السردين كيجي زويون ورائع في المذاق، حيت طايب غير على الفاخر، شي حاجه اللي طبيعيه ما فيش شي حاجه اللي تضر الصحه ديالنا. الفاخر. وبالنسبه للعطريه اللي درت فيه غير الكمون والملحه، ودرت فيه قزبر مطحون، يعني شي حاجه اللي طبيعيه. كنتمنى يعجبكم ودعموني بالاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله غنحضر معكم السردين مشوي، ما نديروش في الفران، هذا كنشويه انا بالطريقه ديالي كتجي زوينه. من الاحسن يكون مشوي. المقادير اللي غنحتاجو فيه ساهل بزاف، كل واحد وشنو كيدير. انا الطريقه ديالي اللي كنعتمد تندير القزبر مطحون كيف كتلاحظوا، الكمون حتى هو والملح، هادوما باش اللي كنحتاج انا، هادوما المقادير اللي كنحتاج. وكندير البصله ومطيشه كنشويهم حتى هما كيجيو المذاق ديالهم زويون مع الحوت. وهذا كيلو ديال السردين سبق لي وغسلته وحيدت ليه داكشي ديالو لداخل المصارن وداكشي. المهم نطري هاد الحوت، هاد البصله ومطيشه مع الحوت. وهنا ثاني جوج بصلات مقطعين. هادوما المكونات صافي. الحوت عندي هنا كيلو كيف قلت لكم. ندوزو دابا لطريقه التحضير، بقاو معايا ان شاء الله. من بعد غنحاول هاد السردين نديرو هنايا كامل. نحاول ندير ليه هاد التوابل اللي ذكرت لكم، نخلطهم كاملين هكا، الملحه مع الكمون مع القزبر مطحون كيجي زوين والمذاق ديالو. نحاول نخلط هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم هكا كيجي المذاق ديالهم زويون. صافي من بعد نحاول نحركو هكا بهاد الطريقه كيف كتشوفوا. في نفس الوقت نبقى نزيد شويه هكا ديال العطريه اللي قلت لكم. انا كندير فيه لا بزار لا سكينجبير لا والو، غير هاد العطريه كيجي المذاق ديالو زويون. من الاحسن نشويوه على الفاخر احسن ما تيكون ديال الفران. شي حاجه اللي طبيعيه، فاخر زوين كيجي نيت البنه ديالو كتجي زويونه. صافي دابا غندير معاكم الشوايه او معايا حتى النهايه ان شاء الله. صافي من بعد نقادو معكم هكا في الشوايه. صافي من بعد ما ستفتو هكا ندي دابا الفاخر ونرجع نكمل معكم. بالنسبه لهاد المطيشه والبصله انا غندير لهم غير شويه الملحه شويه سكينجبير، ما نديرش لهم البزار، تيعجبني انا سكينجبير بحال هكا غير هكا شويه هكا. من بعد تنشوي الحوت وعاد ندير معاهم البصله وهذا تشويو حتى الاخر. ملي باش يجي شويه من السمين والمذاق ديالهم زوينين. الا بغيتو ديروا غير الملح تكتفيو به صافي، كل واحد والاختيار كيبقى ليه. نتلاقاو ان شاء الله مع الطبق النهائي، فرجه ممتعه. هانتوما الفاخر ها هو واجد. دابا صافي غنشويهم.
كتبغي الوقت بزاف باش طيب، ماشي بحال المطيشه، بالعكس المطيشه دغيا كطيب، نعطوها الوقت الكافي البصله حتى تذوب ونتلاقاو من بعد ما شويتهم. هانتوما كيف كتشوفوا في الشكل النهائي. دابا غنقاد لهم واحد شويه الحامض هكا، هذه حتى هي قاديتها هكا نقشتها، نديرو شويه الحامض هكا نقادو به في الديكور. كنتمنى يعجبكم هذا الطبق اللي قدمت معكم، وينال اعجابكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، وفرجه ممتعه، كنتمنى يكون عجبكم ونال اعجابكم. مع السلامه.